عقب انتهاء طبعا مباراة الترجي والأهلي وذهاب نهائي دوري الأبطال ما بين الترجي والنادي الأهلي، اللقاء اللي كلنا تابعناه وانتهى منذ لحظات وبالتعادل السلبي بدون أهداف. تابعنا المباراة وتابعنا أداء النادي الأهلي، الأداء الجميل، الأداء اللي كان فيه ثقة كبيرة وتمركزات بشكل جيد رائعة طوال ال90 دقيقة، خصوصا في الشق الدفاعي. ربما الشيء اللي ممكن نفكر فيه في لقاء الإياب، وزي ما بنقول دايما في كرة القدم لكل حدث حديث، لكن النهارده كولر وتشكيلة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي تفوقوا طوال ال90 دقيقة على الترجي وسط حضور جماهيري كبير، ورغم التدخلات القوية اللي كانت في بداية المباراة وفقد لعلي معلول، ثم يعني تدخل قاسي قبل تدخل علي معلول على إمام عاشور. الحمد لله إمام عدى. فقدنا علي معلول في أول تقريبا 10 دقايق أو حاجة من بداية اللقاء نتيجة تدخلات وعدم يعني حماية كافية أو مطلوبة أو واجبة على كانت مصطفى غربال الحكم الجزائري، لأول مرة إن أنا بشوفه يعني بيهتز بشكل كبير في إدارته للقاءات المهمة، لان كان ليه قرارات غريبة عجيبة برضو يعني طوال ال90 دقيقة، منها كارت لكريم فؤاد في كورة يعني لا تستدعي اصلا وجود خطأ، مش ياخد كارت. فحاجة غريبة برضو، حاجة عجيبة، حاجة يعني اندهشت من بعض القرارات لمصطفى غربال الصراحة النهاردة، رغم ان هو حكم الكل بيشهد ليه بالكفاءة وبالقوة يعني بالخبرة الطويلة. عموما زي ما بنقول في كرة القدم، شوط اول انتهى بالتعادل، نتيجة قد يراها البعض نتيجة يعني جيدة للنادي الاهلي، لكن خلينا نقول ان كان عندي رغبة قوية جدا طوال ال90 دقيقة، حاسس ان النادي الاهلي كان يقدر يسجل بشيء من التركيز وبشيء من الرغبة في الفوز وفي انهاء الموضوع او في تسهيل الموضوع من ملعب رادس، الملعب اللي احنا اعتدنا الاداء عليه رغم الضغوط اللي موجودة من الجماهير. وطبعا فريق الترجي فريق اسم كبير ومتمرس في النهائيات ومتمرس في كرة القدم الإفريقية، ويكفي ان فريق الترجي اللي شفناه النهارده دوت، وشفنا النادي الاهلي بانضباطه التكتيكي وبتوزيع الادوار وبالاداء الرجولي قدر يحجم فريق استطاع ان هو يكسب صن داونز ذهابا ايابا، طبعا يبقى فريق قوي جدا جدا. يمكن النادي الاهلي زي ما قلت تفوق، كولر تفوق تماما واصبح يعني بيؤكد سواء بالارقام او بالاداء اللي احنا بنشوفه ان هو مدير فني قدير في المباريات الكبيرة، بيعرف يظبط الإيقاع وبيعرف يبقى هو الأفضل انتشارا وهو الأكثر قربا وأكثر استحواذا وهو الأكثر خطورة. عشان كده خرجت أنا وخرج ملايين من جماهير النادي الأهلي تشعر إن كان في الإمكان أفضل مما كنا نقدر نسجل، لكن إن شاء الله نتيجة طيبة للقاء يوم 25. نهينا أول 90 دقيقة نهيناها واحنا الحمد لله بفضل الله احنا الافضل بلا شك في الاداء من الترجي اللي كان قليل الحيلة وكان بيلجأ للتمثيل، وان هو ياخد اخطاء ساعده فيها مصطفى غربال ان هو ياخد اخطاء حوالين ال18 او بالكاد ياخد ركنيات علشان يعمل خطورة. والفرصة الوحيدة يمكن اللي شفناها للترجي لحظة ما أصيب علي معلول واستغلوا المساحة اللي في ظهره وعملوا كورة بضربة رأسية يدوب عدت بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير. نتيجة جيدة إن شاء الله نقدر نبني عليها اليوم 25، اللي أنا شايف إنها إن شاء الله بإذن الله يوم 25 بفضل الحضور الجماهيري اللي طبعا
يعني الكل متوقعه والكل منتظره من جماهير النادي الأهلي، والحناجر والروح والانتماء والأغاني الحلوة اللي تحرك الحجر هتبقى موجودة يوم 25 إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله بإذن الله. دستة الأميرة الجميلة السمراء تكتمل، ويبقى 12 لقب للنادي الأهلي يتسيد كمان وكمان القارة السمراء، وهو نادي القرن بامتياز.